في ناس بتتولد في ظروف صعبة وفي ناس الظروف دي بتكسرها، لكن في ناس تانية الألم بيبقى الشرارة اللي اتولد منهم الإنسان تاني تمامًا. النهارده هنتكلم عن واحد واجه القاع وقرر يطلع منه بإيده، ده مش مجرد كتاب، ده قصة إنسان علمنا يعني إيه تكون أقوى من كل حاجة بتحاول تهدك. أنا محمود وباقدم لك هنا ملخصات كتب، بس مش ملخص اللي بتقراه وتنساه بعد 5 دقايق، لا هنا بنغوص جوه العمق الكتاب، نفهم التجربة ونطلع منها بخطوات عملية تغير حياتك فعلًا. يلا بينا نبدأ الرحلة مع كتاب Can't Hurt Me لديفيد جوجنز. القصة بدأت في بيت كل وجع. جوجنز كان طفل أسمر صغير في ولاية نيويورك. أبوه كان بيضربه هو وأمه بشكل وحشي. الطفل المفروض يعيش أمان عاش رعب يومي. كان بيشوف أمه بتتعذب ومش قادر يدافع عنها، فكبر جواه إحساس عميق جدا إنه ضعيف. كبر شوية ودخل مدرسة كلها عنصرية، كل يوم تقريبا بيتشتم ويتخانق، ده غير إنه كان بيعاني من صعوبات في القراية، فبقى دايما أقل من غيره. تقدر تقول إنه عاش كل أنواع القهر النفسي جسدي واجتماعي، بس غير إنه عمره ما اشتكى. كان شايف نفسه مش كفاية فقرر يعيش على الهامش، اشتغل شغلانات بسيطة، أكل كتير، وصل وزنه حوالي 130 كيلو. مفيش طموح مفيش هدف، بس يوم بيعدي بعد يوم لحد ما في يوم قاعد كان بيألف شاف إعلان للمدربين في القوات الخاصة الأمريكية. رجالة واقفين في البرد بيجروا في الطين ووشوشهم في صلابة مش طبيعية. في اللحظة دي حس بحاجة غريبة جدا، كأن كل الألم اللي مر بيه اتحول لنقطة واحدة: أنا كده مش هكمل. وقف قدام المراية وشاف نفسه بوضوح لأول مرة: أنا كذاب، أنا ضعيف، وأنا السبب. اللحظة دي كانت نقطة تحول، مش لأنه فجأة بقى قوي، لأنه أخيرا اعترف بحقيقته. بدأ يحسب خطواته، لازم ينزل وزنه حوالي 50 كيلو في 3 شهور عشان يلحق التقديم. مستحيل بالنسبة لأي حد، أيوه، لكن بالنسبة له الألم كان خلاص بقى وقود. كل يوم كان بيصحى قبل الفجر يجري يتدرب يذاكر، كان بيحس إن جسمه بيتكسر لكن صوته الداخلي بيقول له: كمل ما توقفش. بعد كام أسبوع بدأ يسمي الصوت ده القلب العقلي، الجزء اللي جواه اللي بيرفض يتهزم. كل ما دماغه تقول كفايه يرد عليها: لسه بدري، لسه جوايا اكتر. وده كان اول درس في الكتاب: العقل هو العدو الحقيقي. جوجلز بيشرح ان الانسان لما يوصل لمرحله التعب بيكون استخدم 40% من قدراته الفعليه، ال 60% التانيه مستخبيه ورا الالم، ورا الخوف، ورا صوت العقل اللي بيحاول يحميك من المجهود. هو بدا يفهم ان السر مش في الجسم، السر في التحكم في العقل، ولما اتحكم فيه كل حاجه تانيه بقت تتغير. ودخل اختبار القوات الخاصة ومر بأسوأ تجربة ممكن تتخيلها: سكوت، تعب، برد، دموع، لكن كان عنده وعد لنفسه: مش همشي. وساعتها بس بدأ يصدق إنه ممكن يبقى إنسان جديد. الفصل الأول في الكتاب بينتهي بالرسالة دي: أول خطوة في التغيير مش إنك تصدق في نفسك، أول خطوة إنك تبص في المراية وتواجه نفسك بصدق. جوجلز ما كانش بيدور على النجاح، كان بيدور على الحقيقة، والحقيقة كانت مؤلمة لكنها كانت بداية حقيقية لحياته. لو كنت في مرحلة حاسس إنك تايه، فاكر إن الدنيا ضدك أو الظروف أقوى منك، جوجلز بيقول لك: ابدأ من الألم، ما تحاولش تهرب منه، الألم هو الباب اللي خرجك منه إنسان تاني. لو الفيديو لمس فيك حاجة اعمل لايك واشترك في القناة عشان المرة الجاية نكمل الرحلة ونعرف سر ال 40% اللي خلت جوجلز يعمل المستحيل. استعد لأن اللي جاي هيغير طريقة تفكيرك في نفسك الأبد.